فهذا لا تعاد فيه صلاة الجماعة. إذا اتفق ساكنة الحي على تعيين واحد وأجمعوا عليه، قالوا له من الآن فصاعد أنت اللي تصلي بنا، وأصبح الرجل ملتزما ومنضبطا بالصلوات، خلاص يصبح إماما راتبا، لا تعاد الصلاة. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني المساجد التي لها أئمة معينين من طرف الدولة أو بإجماع الساكنة، عمار المسجد أو سكان الحي اتفقوا عليه، قالوا هذا هو الإمام. وش قالوا العلماء؟ أجمع الفقهاء من أئمة المالكية وأئمة الشافعية وأئمة الأحناف، وأيد ما أجمعوا عليه الإمام ابن حزم الظاهري على أنه لا تجوز إعادة صلاة الجماعة لمن فاتهم الصلاة مع الإمام، يصلون فرادى ولا يصلون جماعة. تقول لي وعلاه اخويا واش المشكل يعني؟ الا ما نصلوش يا اخي، هذا مسجد يا اخي، بيت ربي يا اخي، هذا بيت الله، وعلاه ما نصلوش جماعه؟ وحنا جينا للمسجد باه نصلوا، ما جيناش نضيعوا في الوقت، لا تحرمونا من صلاه الجماعه. لا هذا موش حرمان يا اخي الكريم، هذا هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إذا فاتهم الصلاة مع الإمام ودخلوا المسجد صلوا فرادى، وقد ثبت ذلك عن الإمام الحسن البصري، وأورده الإمام ابن أبي شيبة في مسنده، وقال به جمهور العلماء أنه لا يجوز، وكان هذا من فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طيب الآن ما هو التعليل؟ الإمام أبو حنيفة قال تكره إعادة الصلاة، يعني لجماعة فاتتهم الصلاة مع الإمام، تكره كراهة تحريم، ليش تنزيه؟ كراهة تحريم. والإمام الشافعي في كتابه الأم قال إني أكره لمن فاتهم صلاة الإمام أن يأتوا بها جماعة في مسجد الراتب، في مسجد له إمام راتب، هذا الإمام الشافعي. وبهذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، قال الإمام ابن القاسم في المدونة نقلا عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لا أحبه، يعني لا أحب أن يأتي جماعة يصلوا بعد صلاة الإمام في المسجد، يصلوا مع بعض، يصلوا كل واحد وحده، وما دامهم جاوا بنية صلاة الجماعة، يقول الإمام مالك ما داموا قد حضروا المسجد بنية الجماعة لهم فضل الجماعة. ويستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن الجري، السعي، واحد يجي للمسجد يجري باه يلحق الجماعة، هذا منهي عنه. قال لا تأتوها وأنتم تسعون، يعني ما تجيش وانت تتوصلون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الإمام مالك يستند إلى هذا الحديث، يقول لك ما دام أنت جيت بنية الجماعة وحافظت على الوقت ولم تستهن بالأذان
وكان لك عذر في التأخر وما لحقتش، فلك فضل الجماعة. أعلاه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مادام نويت الجماعة وجيت في الوقت لكن فاتك لعذرين أو تأخرت لعذرين ولم يكن ذلك تهاونا منك، فلك فضل الجماعة. إذن هذا المستند الأول. المستند الثاني وهو محظور، يقول هذا شرط عدمي. الشرط الأول شرط وجودي، وهذا شرط عدمي بمعنى لا يجوز. قال لك: فإني أكره أن يؤدي ذلك إلى الطعن في الإمام. شوفوا الدين نتاعنا كيفاش عظيم يا أحبابنا، شوفوا الدين نتاعنا كيفاش يحافظ على القداسة تاع الجماعة. ولأن الإمام هو رمز الجماعة، قال لك الإمام مالك: أنا أكره أنه هذاك الصلاة لهذوك المجموعة اللي جاوا صلوا وحدهم يجي واحد اخر يشوفهم يصلوا هو يقول لك هذوك ما يستعرفوش بالإمام هذاك، أو الإمام هذاك عندهم ما يعرفش، ولا الإمام هذاك مطعون فيه. فمن هنا قال لا يجوز. هذه واحدة. اثنين، قال لك: أو أن يؤدي ذلك إلى الشقاق في الجماعة. يجوا ناس أخرين هو يقول لك المجموعة هذه ما يحبوش يصلوا مع الناس، ويقول لك بلكش عندهم الحق. وكاين بعض الناس مساكين ضعاف النفوس تأثر فيهم الأحشاء هذه، ليه يتفاعلوا معها ويبداو يتساءلوا وينشغلوا بالفتن. قال لك هذا يؤدي إلى الشقاق، وعليه منعوا إعادة الصلاة جماعة في المسجد. هذا هو ما أجمع عليه الفقهاء. طيب،